انتي نازله يا حبيبتي؟ يا ماما النهارده البروجرام مليان. هنجيب الفوج من المطار، بعد كده نطلع على القلعه، بعدين الاوتيل، بعد كده المطار تاني، كذا مكان. عايزاكي تتصلي بباباكي. اتصل بيه ليه؟ اصل عمتك اتكلمت امبارح وقالت انه دخل المستشفى هيعمل عمليه. ربنا يشفيه. بعدين كفايه عليه قوي، مراته وبناته الاثنين مالين عليه الدنيا. ده مهما كان باباكي يا حبيبتي. وبعدين يا ماما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقفلناه خلاص. طب هتتاخري النهارده؟ شويه بس ما تقلقيش، لو اتاخرت هخلي يوسف يوصلني. تروح ترمي الحاجه في وشه وتقول له اذا عمل كده تاني شيء ما هيزعلك. تمام يا باشا. انا مش قادر افهم الناس دي، بدل ما يضربوا الشغل بالطريقه البلدي دي ما يروحوا يحفروا في اي حته. دي البلد عايمه على الاثار. صراحة ربنا يا باشا انا من ساعة ما شفت الشغل وانا عارف انه شمال. لا شكله ولا لونه، ده متبيت شهر في الرمل عشان يطلع بالمنظر ده. طب وساكت ليه؟ سايبني كده ليه؟ لا ما يصحش برضه يا باشا. مدام غالية هي اللي بتبص على الحاجة وهي اللي بتقول، انت اللي عودتنا على كده. انت قلت لي انك انت خلصت اثار مش كده؟ انا دخلت اثار بس ما خلصتهاش. بس بيني وبينك يا باشا اللي اتعلمته في الشغلانة دي ما هتعلموش في اي كلية تانية. صح. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ايه الاخبار يا بابي؟ كنت بقول يوسف رجع تمثال للراجل الزفت ده. بصراحة الحاجة كلها طلعت شمال زي ما حضرتك قلتي. وانا مستنياك انت يعني عشان تقول لي. بقول لك ايه، خد اركن لي العربيه بتاعتي سايباها في نص الشارع. شحتة اركن عربية الهانم. ايه اللي انت بتعمله ده يا بابي؟ ايه عملت ايه؟ ليه تخليه يبص على حاجه؟ انا قلت لك مليون مره مش عايزه حد يتدخل في شغلنا باي شكل من الاشكال. على فكره يوسف ده ابن ناس وطيب وانا عندي ثقه فيه. انا بقى ما بثقش في حد. لو سمحت ريحني. ممكن؟ خلصت الشغل اللي في ايدك يا احمد؟ خلاص يا حاج، فاضل بس تركب دبرياج وابقى كده تمام. شد عينك شويه عشان اخش على الكربراتير. حاضر يا حاج حاضر، ثواني اكون خلصت على طول واخش على الكربراتير. يا اسطى ايوه يا حاج امور. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ لقيت نفسي فاضيه، قلت بدل انا وامي بنقعد ننكد في بعض اعملها لك مفاجاه. طب وحشتني يا جزمة. جزمه؟ هي دي رومانسيه؟ دي رومانسية التراسية، هو ده الجديد في الموسم. طب اسمع عشان ما اتاخرش، بكره اخلص تدريب بدري، ايه رايك نتقابل؟ لا بكرة ما ينفعش، استحالة. استحاله؟ مش عايز تشوفني؟ لا مش قصدي يا شيماء، انا اسف وحياة ربنا انت مش فاهمة. هقول لك، اصل بكرة عندنا ماتش مع انبي، وانبي ضيع علينا الدوري قبل كده، فلازم بكرة نروح والعين نار عشان يكشوا مننا. امال ايه؟ الله. أوه. جمهوره ده حماه. أوه. على الحلوة والمرة معاه، مفيش في قلبي غير الأهلي ولا فيش في غيره فرحني. انت عبيط يا احمد؟ عبيط يا ابني، انا جايه لك الورشه اول مره اجي لك ما قلتليش حتى تشربي ايه وبتغني للاهلي. هتشربي ايه في القهوة يعني يا شيماء؟ هشربك ايه زيت باكن؟ وبعدين رومانسية ايه اللي بتتكلمي فيها ديت ببدل انبوبة البوتاجاز اللي انا لابسها دي؟ الله، الكلام اللي انت بتقوليه دوت ما ينفعش هنا. ورشة وزيت وشحم وفيزا وبتاع. صح انا غلطانه، ما كانش المفروض اجي لك اصلا. يا رب الاهلي يتص 5. لا ايه اللي انت خدي يا بنت تعالي هنا. ايه اللي انت شيماء. طب هو جمهوره ده حماه. السلام عليكم يا مديح. عليكم السلام، ازيك يا ياسين؟ ايه ده، معقوله جايب الجواكت بنفسك؟ لا ما انا كنت في مشوار كده وقلت اعديهم بالمره وهو نروح مع بعض بدل ما تروحي لوحدك. تمام كتير؟ لا خلاص انا بشطب اهو. الله، الوانهم حلوه قوي يا ياسين. لا موسع عليهم بنفسي. تسلم. الله، بس دول 5 مش 4، يعني في واحد زياده. خلاص يبقى ال5 ده بقى علشاني. عشاني انا؟ علشاني. هيغلى عليك ولا ايه؟ ايوه بس ياسين. ايه يا مديح، ترد هديتي؟ تسلم لي وتسلم مجايبك يا اخويا. ما قلتليش الواد يوسف عامل معاك ايه؟ اهو زي ما هو بيعاملني كاني مش امه. والله ما انا عارفه ياسين هلاقيها منين ولا منين. لا انت عارفه يا مديح، يوسف مش هيتعدل ولا ينصلح حاله الا ما يعرف موضوع ابوه. يلا ربنا يهدي الكل. خلصي بقى اللي في ايديك بسرعه وانا هستناكي بره اشرب سيجاره. ماشي. يلا سلام. سلام. في رجالة كتير في الدنيا بس منه على مفيش، ده عينه مني. برنسيسة يا ست الكل وربنا برنسيسة. انت تاني؟ شوقي بيه بيمثل. والنعمه يا اخويا انا مكسوفه.
كل ليله تيجي شايل ومحمل وتروح يا عين امك ايد ورا وايد قدام. انت ما بتزهقش؟ انت حاسه بيا اهو. طب هقولها لك تاني لان انا مش عارفه انت مشكلتك فين يا اخ، في ودنك ولا في دماغك؟ انا رقاصه وبس يا عينيا، مش خيشه اللي داخل واللي خارج بيدوس عليها بجزمته. الراجل عايز الود يتصل. وقول له ودك ما فيهش رصيد، لا عمره هيتصل ولا عمري هستقبل. قلت ايه بقى؟ بالهداوه يا ست الكل. مش كده. هاتشيش يا نحله. عينيا كبير. والله يا اخي انا مش فاهم، اسافر وارجع الاقي البلد حالها بتشقلب بالمنظر ده. انا اللي مش فاهم، انت ايه اللي رجعك؟ ما كنت خليتك يا اخي، على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى؟ ماسك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي. قول لي يا ميم، انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان نخلص بقى من الحوار ده. اوه، يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطت في الطياره يعني؟ بعدين اكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا ميم؟ مش عايز تخدمني ليه؟ يا جدع افهم، اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت تغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو واي يا معلم، نو واي. يا جيبو رايق. يا نص، ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع يا نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي مدوشه. بكره. ماشي بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لمضه بقى وطير، يلا يا على البيت. ماشي. يا عمنا بقالك ساعة مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عازة، في ايه؟ من غير لا لف ولا دوران. الموضوع اللي بينك وبين امك ده بقى مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه يا واد هتنرفز مني ولا مش إيه؟ القصد، بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا يوسف. اسمع انت يا عم ياسين، الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين، ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا واد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده، ما هي قليلك بدل مره 10 وخلصت من الموال ده، ولا انت تغيب وترجع تنكش فيه تاني، ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاع ايه؟ انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ عيب يا يوسف، ده امك يا ابني. امك سابت راسي زمان علشان خاطرك يا يوسف، اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام، ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. ما اللي مكتوب في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها؟ قول لي، تعرفه؟ شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش. لو كانت متجوزاه فين نسيبة الجواز؟ ولو كان مات فين شهاده الوفاه؟ فين اي ورقه تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا دافنين سوا. ولا انت ناسي؟ ناسي العيال زمان وانا في الحركه وبينادوني يقولوا لي ايه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف، بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارفين له طريق جره وخد معاك كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق، فده موضوعك، انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجه؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفه يا عم الحاج، الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجه بتلاقي قصادها حاجه. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجه لشغلي. ابو مهاب الحته بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسهل له. اوعى. يا نحله. عينيا كبير. وفي الدوشه اللي جوه دي؟ مشغل لهم ماتش حريمي انما ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ايه اللي منزلك متاخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى اجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك وما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبك قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتك ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشني. انا قليل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا قليل الادب. لا يا دي يا بت افهميني، انا قليل الادب. انا بسيب الرجاله، محدش في الدنيا دي يمنعني غيرك. البت دي مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كلكس يا اخويا عشان يقدوا لي نقص السلم ولا حاجه. يا اسطى انا ولع لها في العماره مش في اللمبه بس.